فتعالوا نتوكل على الله. التمرين الاولاني في صفحه 25 هو مستوحى من اهدنا الصراط المستقيم. هنقلب الصفحه كده، احنا محتاجين نرسم خط مستقيم في منتصف الورقه، وهنعتبر ان ده الصراط المستقيم. يعني هنيجي كده في نص ورقه، نفتح صفحه جديده كده وفي نص الورقه هنرسم خط. حلو. على اليمين هبتدي اكتب ايه الصفات والعادات والافكار. يبقى انا محتاج اكتب صفات، عادات، افكار. تمام كده. كيمين اللي بتقربك من اهدافك وقيمك العليا. انا محتاج الاول افهم هو يعني ايه اهدافي وقيمي العليا دي يا باشا، عشان يعني اشوف ايه اللي بيقربني من اهدافي وقيمي العليا. مبدئيا هو يعني ايه اهداف او ايه الهدف الرئيسي؟ زي ما احنا اتفقنا في حياتي، هدف الرئيسي في حياتي هو هدف وحيد. لا يوجد شخص ذو عقل نشيط تمام ينفع يكون ليه اكتر من هذا الهدف. هو ده الهدف الوحيد المفروض يكون عند كل البني ادمين اللي بيفهموا. انت ما بتفهمش دي مشكلتك. تمام. هل ايه؟ رضا ربنا ودخول الجنه. يبقى انا الهدف الوحيد ليا في الدنيا تمام كده هو رضا ربنا ودخول الجنه. هي دي، هو انا ماليش هدف تاني. هل امال حضرتك بقى الحاجه بالراحه دي وسائل. يعني انا رامي عايز اكون احسن كوتش في العالم، ايوه دي وسيله لرضا ربنا ودخول الجنه. من ده طبيعي الاعمال الارض. يعني انا مثلا ايه بالنسبه لي رسالتي ايه؟ ان انا اعرف الناس بنفسهم وبربهم. فكل ما الناس تعرف نفسهم وربهم هيبقى ايه اللي بيحصل؟ هيبتدوا يحسوا قد ايه الحياه ممتازه، قد ايه هم ممكن يعمروا الارض. كل واحد بقى مننا ليه دور. طب لو انا رسلت في اولادي مثلا حلو، مفيش مشكله، بس طلع لنا بقى صلاح الدين. تمام كده، طلع لنا بقى حد بقى كده. يعني ما رساله الاولاد اطلع حاجه مش احسن حاجه دي اكيد مش تمام. حلو. فهي دي النقطه اللي هو ايه؟ كل واحد ايه يا باشا؟ ايه الهدف؟ يبقى انا هدفي الرئيسي فين؟ رضا ربنا ودخول الجنه. حتى انا كنت في ورقه هتلاقوها في اول الباب على باب تمام، دي رسالتي لو رضا ربنا ودخول الجنه. بايه بقى؟ بان اعرف الناس بربهم وبنفسهم. انك لو عرفت نفسك هتقدر تعرف ربك وتقدر تتعامل مع الحياه بشكل مختلف. حلو كده الكلام. فده ممكن نقول لك ايه الهدف؟ دي وسيله. ممكن من وسائل ان اكون زوج صالح. تمام كده. ممكن يكون من وسائل ان اكون اب كويس. من وسائل ان انا اكون مثلا ابن كويس، صديق كويس، ابقى فاهم نفسي اكتر، اكون بتطور مع نفسي بشكل افضل. دي كلها وسائل للغايه الوحيده ليا في الحياه، رضا ربنا ودخول الجنه. ما ينفعش يكون رضا ربنا ودخول الجنه ان اكون احسن كوتش في العالم. مفيش حاجه اسمها كده. ده اسمه شرك بالله. ما ينفعش جنبها. ما ينفعش جنبها. ما ينفعش جنبها. تمام كده. شرك، وربنا لا يغفر الشرك. خد بالك من الحته دي. تمام. ولو اي عمل انت بتعمله عشان وفي شريك لربنا، ربنا بيرد في وشك. حتى لو 99% لربنا و1% عشان اثبت ذاتي. مفيش حاجه اسمها كده. امال هي اسمها ايه؟ اسمها انا بثبت ذاتي عشان رضا ربنا وادخل الجنه. تمام كده. ليه؟ لان انا محتاج عشان خاطر اقدر ان انا اعمر الارض ان اكون ثابت لذاتي، ان اكون شخص منتج، ان اكون شخص بحب نفسي، ان اكون شخص متقبل للحياه، ان اكون شخص ناجح، ان اكون ده كله جميل. تمام كده. فهو ده اللي هيؤدي لرضا ربنا وادخل الجنه. تمام كده. فانا بعمل ده علشان، فما ينفعش تقف على حته ايه؟ ان انا اهدافي رضا ربنا ادخل الجنه وان اكون انسان ناجح. مفيش حاجه اسمها كده. ده اسمه شرك. تمام كده. قولا واحدا وما فيهاش كلام. تمام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده مقسومه حتتين. ايه الحتتين؟ مناسك، اللي هي ايه المناسك؟ صلاه وصوم وزكاه تمام. دي الاكل، انت بتاكلي. تمام. عشان هو خلقكم في الارض واستعمركم فيها. يعني انت مأمور بالاعمار في الارض. فانا محتاج ان انا ايه؟ اعمار الارض. رقم 2 في العباده اعمار الارض. فكل واحد بقى ليه دور في اعمار الارض. ان اطلع ذريه صالحه بشكل معين، ان اخلي ناس بتعرف ربنا وعارفه نفسها، اني انشر علم بشكل معين، اني ابني
بيوت وابني مش عارفه كذا، ان ابقى طبيب، ابقى محاسب، وانا بعرف الناس فلوسهم وبتاع وخليهم حاسين بالثراء. فالفكره هنا فين بقى؟ فين رضا ربنا ايه ودخول الجنه؟ فايه هي الهدف الرئيسي رضا ربنا ودخول الجنه؟ عن طريق تمام كده اعمال الارض، عن طريق اهدافك بقى. تمام كده. طبعا انا بفضل كلمه نوايا، بس انا هنا استخدمت لفظ اهداف. ايه الفرق ما بين ليه انا بستخدم هدف؟ كلمه هدف يمكن في الغالب في اغلب الكتاب ما عدا بعض النقط كده جميل كده، مش كلمه نوايا، عشان الناس لسه ايه ممكن تبقاش فاهمه ايه الفرق ما بين هدف والنيه. فانا ايه مش ايه ما حبيتش اشرح دوت الا لما تيجي ايه تبقى بتوضح ده قوي. طب ايه الفرق ما بين الهدف والنيه؟ هل النيه محلها الهدف، محله العقل. ده اول هدف. تمام كده. النيه محلها الايه؟ الهدف محله العقل. حلو. اي حاجه محلها القلب تيجي كده. القلب ليس المشاعر، قلب ليس المشاعر، القلب اللي هو اللي في صدري ده اللي بيعمل بوم 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 بوم. فاي حاجه محلها القلب تيجي كده. حلو كده الكلام. اي حاجه محلها العقل تاخد خطوات كتيره وخطط وحوارات وافلام ودنيا عشان تتحقق. حلو. الهدف بكتبه من باب ان انا ايه عارفين ابقى فاهم هو المفروض امشي من انهي ناحيه. جميل. امال النيه هي اللي بتمشيني. هدف بيحاول يوضح لك الطريق، لكن النيه هي اللي بتمشيني. الهدف بياخد وقت طويل عشان يتحقق، النيه بتحقق كده، النيه بتحقق بسرعه. لو نفهم يعني ايه نوايا لو رزقكم كما يرزق الطير. تمام كده. انوي بس انوي صح تلاقي الدنيا بتتحرك لك. تمام. حلو. فايه هي الايه اهدافك؟ فهي كلمه انا كاتبها بس طبعا انا اقصد بيها معنى اكبر اللي هو ايه الحاجات اللي بتوصلك للهدف الرئيسي اللي هو رضا ربنا ودخول الجنه. تمام كده. احنا في صفحه 26. ايه العادات الصفات والعادات والافكار بتعرف اهدافك. ايه قيمك العليا؟ القيم المرتبطه بالاهداف، القيم اللي انا عايش بيها. يعني ايه عايش بيها؟ هدي مثال. مثلا انا مثلا من قيمي الابداع. طبعا ما ينفعش يبقى عندك اكتر من 5 قيم، 5 قيم كتير. تمام كده. بس من قيم مثلا الابداع. يعني ايه الابداع؟ يعني انشاء شيء جديد. يعني انا احب دايما ابقى بعمل اهدافي او الوسائل اللي انا عايز اوصلها بحاجات جديده. تمام كده. فممكن تلاقيه دايما ايه بعمل حاجات جديده عشان اوصل لرضا ربنا، بان اعرف الناس على نفسهم واعرف الناس على ربهم بطرق جديده. لانها ايه؟ من ايه؟ من قيمي، من قيم العليا الابداع. حلو كده. في ناس تانية ممكن يبقى من قيمها العليا مثلا الاستقرار. تمام كده. او التغيير، هي بتحب التغيير. يعني هو القيم كده داخل زي في الامنيات ولا مالوش علاقه؟ قيم الحاجات اللي بتحدد سلوكياتك. يعني انا هتلاقي دايما سلوكياتي محدده في اطار الابداع. يعني مش هتلاقيني ايه ثابت. ايوه. فاهمه انت الفكره دي؟ في ناس مثلا من قيمها التقوى. القيم هي الحاجات اللي انت مقيماها مديها قيمه. ايه الحاجات اللي موجوده في المبادئ الانسانيه انت مديها قيمه اعلى. بتوقفي تصرفاتك عليها دايما. زي ما قلت لك كده اللي هو ايه انا ما اعرفش اشتغل من غير ابداع. يعني ان انا اعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه مش هبقى مبسوط، مش هبقى مرتاح. ما فيش حاجه اسمها الضمير. مفيش حاجه اسمها الضمير. يعني ايه قيم الضمير؟ ممكن نقول ايه مراعاه الصواب مثلا، مراعاه الحلال. تمام. ممكن نسميها التقوى. ان يعني ايه التقوى؟ ان انا بتقي الشبهات، فبتقي ببعد خفة النار. لا هي حاجات اخلاقيه بس انا مقيمها. طبعا الابداع حاجات اخلاقيه، الابداع ده حاجه خلقيه. انا ليه حاولت اتكلم عن الابداع؟ عشان بعض الناس ممكن ايه ما تحطوش في الحته دي. تمام. ليه اتكلمت على الاستقرار؟ ان الناس ممكن ما تحطوش في الحته دي. يعني الاخلاص من قيم. الاخلاص ممكن يكون قيم. الانتماء ممكن يكون قيم. الصدق. انا قلت المبادئ الانسانيه، في المبادئ الانسانيه دي ممكن تبقى 1000. حلو كده. انا هختار منها 5 ما اعرفش اعيش من غيرهم. دي بقى القيم. هي دي القيم. تمام. برافو عليكي. ما بعرفش اعيش من غيرهم. ما اعرفش، احس ان في مشكله.
فاهمه؟ زي اديتكم فكره الابداع. في واحد ما يعرفش يعيش غير بصدق، في حد ما يعرفش يعيش غير بامان، فبالنسبه له قيم الامان في التقوى. تمام كده. التسليم ممكن يكون من قيم احد الناس. فهمتوا الفكره ديت؟ ففكره ايه هي؟ ايه القيم اللي انت بتعيش بيها؟ محبه الناس. تمام كده، وهكذا. تمام ماشي. بس هل في اي تعليق على الفتره اللي فاتت، على اي تمرين انتوا عملتوه، على اي شعور انتوا حسيتوه الفتره اللي فاتت؟ نفس الذكر اللي قلت لحضرتك عليه. هل خصصت لنفسي ذكر؟ ممتاز جدا. طاقتي اختلفت. يعني ايه طاقتي اختلفت؟ حاسه ان انا بقيت بهتم بالافكار اكتر من الاول. الله، حلو. بقيت وانا بصلي بهتم ولا بحس؟ بحس مهتمه ليه. احساسي خلاني مهتمه اكتر. حلو قوي. وبقيت حاسه ان انا في صلاتي مركزه اكتر. الله. وانا بدعي دعيت. انا بقالي فتره ما بدعيش، انا دعيت. انا عايز اقول لكم ان في حد من اونلاين، فقالت لي هي من القاهره، يعني قالت لي انا عايز اجي بورسعيد والله العظيم احضر معاكم يوم على الاقل. تمام. المجموعه دي خطيره قوي. مش عارفه بس يعني حاسه ان انا من جوه هديت. الله. عارف لما قابلت النسخه النقيه مني وقعدت ركزت اتكلمنا مع بعض، حسيت ان انا هديت فعلا. في فقره كده اللي هو ايه ده كانت الدنيا زحمه على الفاضي. هي بالظبط. الله عليكي، كانت الدنيا زحمه على الفاضي. انا مش عارفه اعبر عنها. انت حسيتي الاحساس ده؟ حسيت ان الدنيا كانت زحمه جوه على الفاضي. والله يعني هي يمكن الظروف ما ساعدتنيش قوي، بس برضو يعني ايه اختلفت. يعني انا كنت بطول قوي في حزني او في ضيقي او لا، بدات الدنيا بقت تهدى قوي كده، وعندي يقين كبير قوي ان ربنا معايا وفي ظهري. الحمد لله. الحمد لله. كنت بتلاش اتكلم مع اولادي، خصوصا ان هم شباب كبار وكده مخلصين الجامعه، فالوقت بدات اتكلم معاهم ونتحاور وناخد وندي مع بعض في الكلام بطريقه افضل ما كنت بقول الكلمه واهرب يعني من الموقف او ما واجهش. فبقى عندي القدره الحمد لله ان اقعد معاهم ونتفاهم مع بعض اكتر. حلو قوي.